يا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. فيديو النهاردة كده فيديو روتين، الواحد بقاله كتير ما بيشتغلش. ايام الامتحانات والمذاكرة بتخلي الواحد بيتخلى عن اي حلم بيحلمه، عن اي وقت هو بيحبه. بيسيبه فدا المذاكرة وفدا الامتحانات وفدا ان انت تفضل بقى ورا العيل، يلا يا بنتي ذاكري، يلا يا ابني مش عارف ايه. الله يكون في عون كل ام يا رب ان شاء الله باذن الله. بالرغم ان يعني اولى وتانية وتالتة ابتدائي مفيش امتحانات ترم والكلام ده، ولكن كل اسبوع لازم يبقى فيه امتحانات كل اسبوع، واللي هو التقييم يقولك احنا هنعمل تقييم ودوت هيتذكر برضو في الشهادة. هي شهادة مش مجدية، بس انتي يعني ما ينفعش ما تهتميش بيها. يعني ما ينفعش مثلا تقولي ايه، لا دي في اولى وتانية وتالتة. في امهات كده، يعني في امهات شلت في امهات شلت نظام ايه، تقولك ايه يا اختي، هي دي امتحانات ثانويه عامه، تغيب البنت عادي في الايام المذاكره، في الايام الامتحانات. ما تروحش. البنت مثلا تحل غلط وعادي، خلاص بقى احنا هنعمل ايه. يا اختي ما تحطيش في دماغك، لا بالعكس. لان اولى وتانية وتالتة ده التأسيس. البنت لو اتأسست او الولد اتأسس كويس وامتحن وجاب درجات كويسة، او حتى لو هو تقييم شكلي كده بس، ولكن بيبقى ليه مفعول طبعا في مستوى العيل. الطفل لما بياخد ان هو يذاكر كويس، يحفظ كويس، يفهم كويس، يجاوب، يعمل كأنه في امتحان، يلا احنا كأننا في امتحان، ذاكر ذاكري. حتى لو صغير في السن برضو لازم، لان لو تأسسوا صح، يعني لو تعبنا معاهم مثلا ال3 سنين دول صح، حلوة قوي، وتعبوا بعد كده انت اللي هترتاحي، مجرد ان انت هتكوني بتطبقي. وطبعا فكرة الامتحانات، فكرة الدروس، يعني لسه، يعني عارفة انت اللي هو ايه، احنا لسه يعني مثلا تانية ابتدائي مش هتدي دروس. مع انه والله العظيم في امهات كتير يقولك ايه، لا هندي دروس عادي. طب ممكن ندي تأسيس، يعني ندي حاجة كده تأسيس. طبعا انتوا شايفيني يعني بعمل كفتة والاكل غني يعني عن ان انا اوصفه، يعني انتوا شاطرين وحلوين. بس يلا نفضفض مع بعض شوية. بتعملي لايك بقى وانت بتسمعي كده وهاتي كوبايه الشاي وتعالي. ده بصل مجفف يا جماعه بتاع فتح الله. كنت جايبه من قيمه كام شهر كده، هو تقولوا مثلا ايه، نص كيلو. فوجئت ان هو كان ب74 جنيه. قعدت اقول ليه اجيبه، ما قعد عندي ال74 جنيه، قعدوا هم 3 4 شهور ولسه الباقي جوه. تمام. ف اول في امهات تيجي تقول لك ايه، نرجع بقى لموضوعنا. في امهات تقول لك ايه، لا احنا بندي دروس ونقول لها تأسيس، تقول لا 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 لا، ما انا مش بتاعت ان انا اقعد احفظ واذاكر ومش عارف ايه. طب بدل الحاجة في امكانية ان انت، يعني في امكانية ان انت تقعدي، يعني في امكانية ان انت تقعدي وتذاكري وتحفظي وتشيلي وتحطي، ايه المشكلة؟ وحاجات سهلة. والله والله انا كتير قوي قوي بحس بمتعة وانا بذاكر لولادي، بحس ان انا اللي بتعلم من جديد. يعني بحس ان انا اللي باخد الحاجة من اول وجديد وبذاكرها وبحفظها. وعلى فكرة عاملة عندي نوت كده صغير، كاتبة فيه كل مثلا اي جرامر للانجليزي ولا حاجة اروح كاتباه. مش عارف هاف بتيجي مع مين، والهاز بتيجي فين، والمش عارفة ده ايه. كاتبة كل ده على جنب ليا انا. فلو الولاد اتأسسوا كويس وكانوا كويسين في شغلهم وحفظوا، يعني فهموا قبل ما يحفظوا. يعني انا على طول اقول ايه، افهمي وبعد كده احفظي. الكتب الخارجية بجيبها كلها في كل المواد، اقول تغنيني عن الدروس. ليه؟ لان الكتب الخارجية اللي هي المعاصر احلى كتب، انا شايفة ان هي احلى كتب بصراحة. والشاطر في العربي والشاطر في العربي ممتازين. عارفين يعني الشاطر ده مثلا يدي الدرس ويجيب المعاني ويسألك في الدرس، وبعد كده يدي تمارين على الدرس، وفي نفس الوقت يديكي تمارين على اللي فات. فاللي هو أصبح إن الطفل لما يمسك مثلا، أو الطالب لما يمسك الكتاب ويذاكر الدرس كويس ويحفظ معاني الكلمات والمضاد والجمع والكلام ده، ويشوف الدرس كويس، وبعد كده يلاقي نفسه ايه، في تمرينين 3 كده ايه من اللي فات.
نظام ايه بقى التمارين؟ يجيبوا لك قطعه ويقولوا للطفل ايه، طلع منها فعل ماضي، طلع فعل مضارع، طلع ضمائر مخاطب، طلع ضمائر متكلم، اكتب، انسخ، طلع حاجة فيها تنوين بالفتحة. كل ده يخلي الطفل برضو او الطالب، هو مش طفل خلاص، تانية ابتدائي يعني 8 9 سنين خلاص، يخليهم ان هم يركزوا ويبقوا عارفين اللي فات كمان، ان احنا مش ناسين اللي فات كمان يا ماما. ف يعني انا شايفه ان الكتب الخارجيه احسن بكتير 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 من ان انت تجيبي مدرس والدروس وهنا بقى عملت بصوا بسكوت كده سريع. شفتوا انتوا اللي حطيت الدقيق على حبه زيت، على حبه بيكنج باودر وفانيليا وسكر طبعا وبيضه، وبعد كده كل اللي عملته ان انا عملته مدور كده. وبصوا هنا عشان ما يلزقش، لقيته لزق مني، جبت زيت وبقيت حاطه جنبي كده حبه زيت، اخد منه الزيت واروح حاطه، علشان ايه، وبقيت ايه الشوكه برضو فيها زيت عشان ما تلزقش. تمام اهو، مجرد ان انا فردته ورحت حطاه كده اهو. وطبعا رشه بيكنج باودر صغنونه لان هو بينفش معاكي مع الوقت، هتلاقيه نفش ومش هتعرفي انك انتي يعني هتلاقيه لزق في بعضه. لو عملتيه كور كبيره خلي كور صغيره عشان تعرفي ايه، تبرمي تعملي كرة صغنونة ولما يخش الفرن ايه ما يفرش منك. فالدرس انتي مجرد وتحطي بقى بصي البسكوت جوه، على حسب الفرن بتاعك، ما يبقاش حامي قوي وما يبقاش عالي قوي يعني ولا واطي قوي. فالدروس العيال بتيجي من المدرسة الساعة 2 3، ده مش اقل من 3. تمام، عمل ما يجوا يقلعوا ماما وبابا ومش عارف ايه، خلاص الوقت عدى. طيب هتودي درس الساعة 5، او درس هيجيلك في البيت الساعة 5 يخلص الساعة 7، المفروض العيل بينام، بيجيله خلاص الساعة 5 8 كده، 8 ونص، يا ماما مش قادرين يا ماما ننام، بيناموا خالص. طيب ايه فايدة، فين الوقت للمذاكرة بقى؟ ذاكر امتى؟ هو خد دروس وحضر الدرس والميس جاتله، او هو راح للميس، ده بقى في ميسات مثلا تقولك لا تعالي البيت، ناهيكي بقى ان انت لو هتودي درس في بيت هتفضلي قاعدة تحت البيت لحد الدرس ما يخلص، خصوصا لو هو بعيد عن بيتك. فايه ايه وجه الاستفادة؟ بجد ايه وجه الاستفادة؟ يعني ايه الحاجة اللي انت ممكن، يعني العيل هيذاكر امتى؟ ما هي هتجيلي من درس وهي مش قادرة ومش قادرة يا ماما ومش هذاكر يا ماما وخلاص بقى، يا اما هتغيب من المدرسة. طب هو احنا دافعين مصاريف في المدارس ليه؟ فهي الموازنة، هي الأم هي هتتعبي شوية، وفي أمهات تقولك أنا هودي دروس ومش هذاكر، يعني أنا هودي دروس والمدرسين هم اللي يقوموا بالمذاكرة، لكن أنا مش هذاكر. وده طبعا ما ينفعش، وده طبعا ما ينفعش. الأم لازم بتحضر في كل وقت وكل حين، ولازم إن هي تبقى موجودة وتذاكر، وده تعب الأمهات. فقصدي يعني ان الواحد بيبقى في اثناء المدارس والامتحانات والحاجات دي، عشان انا عايزة عيالي يطلعوا احسن ناس، بتعب معاهم وبنسى الدنيا وباللي فيها. يعني بنسى حتى نفسي، ان انا اقول طب اقوم اعمل فيديو علشان خاطر الشغل، وعلشان خاطر، مع ان الواحد ما بيعملش فيديوهات كده دلع، يعني الواحد لو بيعمل فيديوهات بيعملها من باب ان حاجة نفسه يعملها ولعل وعسى يبقى فيها رزق. فالله المستعان، يعني ربنا يقوينا جميعا يا رب على تربية ولادنا. زي ما انتوا شفتوا بقى، عملت رز كده بالشعرية وكفتة وحبة بسلة. هتقولوا لي ايه ده؟ طب ما كانت لحمة عادية، ما كانش عندي لحمة قطع، ما كانش عندي. كنت فاكرة ان موجود، بس لا، انا عارفة ان مش موجود، فقلت اعمل كفتة. بص ده عصير بقى، جبت برتقان وجزر وحطيت عليه ايه، بنجر، وسلقتهم مع بعض. عصير فاخر من الاخر. بصوا ولا كان باين ان هو فيه بنجر ولا جزر ولا حاجة. طبعا عارفين فوائد البرتقان مع الجزر عاملين ازاي. سلقتهم وبعد ما بردوا خالص رحت حط عليهم عسل نحل زي ما انتوا شايفين، ورحت ضرباه في الخلاط وشربناه، كان جميل جميل جميل. انا ولادي كانوا يعني من النوع اللي بياخدوا بالهم، والولاد عموما كلهم لو شافوا بنجر او حاجه يقولك لا اخي يا ماما مش عايزين. فانا اعمل ايه؟ اعمل الحاجه من وراهم. صفيت اول حته في كوبايه وبعد كده صبيت على فكره، لان لقيت الحاجات اللي انا بصفيها ده قطع برتقان فحلوة. فرحت متقلة بقى الوضع عليه كده وحطاه وشربوه، بقوا ايه يقرقشوا كده، ايه ياكلوا كده الايه حاجات البرتقان.
وحطيت بسكوت، وكان روتين كده لذيذ كده حلو، سريع كده حلو. ربنا يا رب يكرمنا، خلاص احنا قربنا على الاجازة ان شاء الله باذن الله، ننزل فيديوهات كتير باذن الله. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ربنا يقوي كل ام على بيتها وعلى عيالها، امين يا رب العالمين. اشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.